الرز بالخلطة من أشهر وأطيب الأكلات الموجودة بالمطبخ الليبي، وبصراحة هي من الأكلات المفضلة عندي. تعالوا شوفوا طريقتها. كمية من السمن الحيواني، حطيت قطعة كبيرة من اللحم، يفضل إنه اللحم يكون بعظمه، وبنقلب قطع اللحم بالسمنة كتير منيح، ومنغطيها ومنخليها لحتى يتغير لونها. بنضيف خلطة رز اللي هي مجموعة من البهارات الصحيحة، تعطي طعم كتير طيب للرز. بنضيف حبة بصل، حبة فليفلة، وحبة بندورة، ومعلقتين صغار حرارات مطحونة اللي هي بهارات ليبية مطحونة، وفلفل أسود حسب الرغبة. وبضيف مي مغلية، وبغطي الطنجرة وبخلي اللحم لحتى يستوي. طبعا لا تنسوا الملح. وأساس الوصفة هي الكبدة الوطنية. منجيب كبدة غنم تازة، مننقع بمي وخل لحتى يطلع الدم كله منها، بعدين منحطها بمقلاية على النار لحتى تستوي على الآخر. بقلي المكسرات بمعلقتين سمنة وبضيفهم فوق الكبدة. والوصفة فيها زبيب، بس نحن ما منحط الزبيب لأنه بصراحة نحن بالبيت ما منحبه. بعد ما نقلب المكسرات والكبدة مع بعض، منحط عليهم معلقتين كبار ماء زهر، وإذا حطيتوا زبيب يفضل تكونوا ناقعينه بماء الزهر من قبل بيوم. وما رح ننسى الملح ورشة قرفة بس سقطت مني بالتصوير. ولتحضير الرز كمان بحط سمنة وطنية بالطنجرة، وبحط عليها الرز المغسول والمنقوع، بقلبهم كتير منيح، وبضيف عليهم عيار المرق، وبمصفاية بهرس البندورة والبصل والفليفلة اللي كانوا بمرق اللحم. منخلي الرز لحتى يستوي، وهي النتيجة النهائية. للتقديم بسكب الرز وبحط عليه الكبدة والمكسرات وقطع اللحم، اللي بحب بقدر يحمر قطع اللحم بالفرن، بس أنا اكتفيت فيها هيك. إذا عجبتكم الوصفة اتركوا لي رأيكم بالتعليقات.